سألت نفسك قبل كده ليه ممكن لون يأثر في نفسيتك أو مزاجك أو وضعك النفسي؟ العلماء بيقولوا إن المخ بيتفاعل مع الألوان بشكل مباشر. الأزرق مثلا بيهدي الأعصاب ويقلل التوتر، عشان كده لما تبص على بحر أو سماء بتحس براحة غريبة. في المقابل مثلا اللون الأحمر بيزود نبضات القلب ويخلي الجسم في حالة نشاط أعلى، وعشان كده بيستخدم في التعبير عن الغضب. الألوان في أماكن الانتظار عمرها ما كانت عشوائية. في المستشفيات مثلا وغرف الانتظار بيختاروا اللون الأزرق والأخضر، مش عشان المنظر حلو، علشان بتدّي الناس إيحاء بالهدوء وتقلل التوتر وتخففه. لكن الغريب بقى إن الإعلانات بتستخدم الألوان بالعكس تمامًا. الألوان الدافية زي الأحمر، البرتقالي، الأصفر بتتشاف أكتر، بتشد العين بسرعة، وتخلّي الواحد يقرر يشتري الشيء من غير ما يفكر كتير. في النهاية الألوان مش مجرد خلفية ساكنة في حياتنا، دي لغة خفية بتخاطب عقلك بطريقة مباشرة. غيرك بيأثّر فيك من خلالها، سواء كنت عارف إنه بيستغلك أو بيأثّر فيك أو ما كنتش عارف. عشان كده من أكتر الحاجات اللي بتشغل حد مقبل على الزواج أو أسرة معينة تشتري بيت جديد أو مكان جديد، لون البيت، لون كل غرفة إيه، لأن اللون في الحالة ديّة هيكون مصاحبك طول عمرك في المكان اللي أنت ساكن فيه.